واحد بيحكي بيقول: انا عشت طول عمري شريف، اتجوزت وخلفت ولد وبنت، كنت دايما بشتغل على دراعي، سباك بقى، نجار، حارس امن، اي حاجه كانت تقع في ايدي شغلانه شريفه. اهم حاجه ان انا احقق طلبات ولادي وما احسسهمش ابدا بالفقر. في ايام كنت بطبق الليل مع النهار، بس لما طلبات ولادي كترت ودخلوا المدارس وبداوا يتعلموا قررت اشوف شغلانه اضافيه علشان اعرف اكفيهم. وقتها ما كانش في شغل غير عامل نظافه، ما ترددتش واشتغلت على طول. كنت دايما براعي ربنا في شغلي علشان ربنا يبارك لي في عيالي. وفي يوم كنت في ورديه حارس امن على عماره، قبلها كانت معرفاني بنتي انها تروح تذاكر مع واحده صاحبتها. المهم وانا في شغلي شفت بنتي وصاحبتها داخلين العماره، انا فرحت قوي، كنت عايز ابوسها من راسها زي ما انا متعود كل ما اشوفها. ما كنتش عارف اكلمها ولا لا، هي لفت وشها وما كلمتنيش كانها مش شايفاني. ما قدرتش استنى يومها في المكان ده وخدت بعضي ومشيت. خفت تنزل وتشوفني تاني وتتحرج قدام صاحبتها. قعدت فتره كبيره مكسوف منها ومن نفسي، بس ده ما كانش حاجه اصلا قدام الموقف التاني اللي حصل مع ابني. في اول يوم لابني في الجامعه كان نفسي اروح معاه واوصله واشوفه وهو داخل كده، ما انا لسه شايفهم عيال مهما كبروا. انا حتى اشتريت طقم جديد علشان اشرفه وسط زمايله. كنت فرحان كأن انا اللي هدخل الجامعه، بس رد عليا رد صادم، قال لي: هتروح فين بمنظرك ده؟ تفكرني رايح الحضانه. كسر بخاطري كسره كبيره قوي. وفي يوم وانا مخلص شغلي كعامل نظافه مشيت في طريق الجامعه علشان اشوف العيال واتخيل ابني زيهم. ما تخيلتش، انا شفت ابني ذات نفسه، وكان في وسط شله كلهم شكلهم ولاد ناس. غصب عني لقيت العاطفه غلبتني وناديت عليه. وقف متسمر في الارض من صدمته، بس اللي حصل نزل عليا زي الصعقه. لما بص لاصحابه وبص لي وطلع من جيبه فلوس حطها لي في ايدي وخد بعضه ومشي كاني شحات بشحت منه. هو مشي، بس الوقت ما مشيش من ساعتها، فضل واقف عند اللحظه دي. ما روحتش يومها، ما قدرتش ابص في وشه، ما قدرتش اتكلم، فضلت قاعد في مكان برتاح فيه ودموعي ما وقفتش اللحظه. بقى معقول عشان براعي ربنا وبكسبها بالحلال يحصل كده؟ يعني لو اشتغلت شغل مش مظبوط وادخل عليهم فلوس حرام كانوا افتخروا بيا وقدموني لاصحابهم بكل اعتزاز وفخر؟ انا اسهل حاجه عندي اشتغل اي شغلانه، بس هروح من ربنا فين؟ او لو ربنا عاقبني بولادي ساعتها مين اللي هيفيدني؟ الشيطان سيطر عليا، خلاني افتكرت كل لحظه صعبه عديت عليها في حياتي، ما كنتش قادر اتحرك من الحزن اللي انا فيه.